السلام حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد تشيز كيك بنكهه القهوه. كيجي رائع ولذيذ بزاف البنات، صدقوني كيجي غزال. فقبل ما نبدا معكم الفيديو، الا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تبارطاجيوه مع صحابكم وحبابكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وبالتعاليق ديالكم الزوينه. ونمروا الان للمقادير، ففرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير، اول طبقه كنحتاجوا فيها البسكوي ديالنا. عندي بسكوي عادي هنايا، تقريبا احتاجيت 220 غرام ديال البسكوي. غادي نكسروا على هذا الشكل هذا، وغنديروا في هذا في الطحانه، وغادي نطحنوا مزيان تيولي عندنا بودره. من بعد غادي نضيف عليه تقريبا واحد 120 غرام ديال الزبده مذوبه. هنا من بعد ما طحنا البسكوي كيجي على هذا الشكل هذا. دابا غنضيف عليه تقريبا 120 غرام ديال الزبده ذوبتها، وغادي نرجع نطحن هاد العناصر كلها مزيان حتى كيتكون عندنا واحد البسكوي مرمل بالزبده. كيجي تقريبا بحال الشكل ديال الرمله ملي كنيبسوها بالماء، كيجي بحال هذاك الشكل. غادي نطحنو مزيان صافي، وغادي نجيبو واحد المول دائري ديال تشيز كيك. غادي نحاول نرص فيه البسكوي ديالنا. ها هو البسكوي ديالنا من بعد ما طحناه كيجي على هاد الطريقه هذه. دابا غادي نجيب المول ديال تشيز كيك، غادي نحاول نرص فيه البسكوي ديالنا، نرصو مزيان بالمعلقه حتى كتكون عندي واحد الطبقه متساويه. غادي نحاول نرصو بالمعلقه كما كتشوفوا على هاد الطريقه هذه، ونحاولوا نوزعوه مزيان باش تجي عندنا طبقه متساويه. انا كنستمر على هاد الطريقه هذه حتى كنرص البسكوي ديالي. من بعد ما قادينا البسكوي ديالنا كيجي على هاد الطريقه هذه، دابا غندخلو الثلاجه وغنخليه يبرد. في هاد الاثناء غادي نمروا نوجدوا لا كريم ديالنا ديال الجبنه. عندي هنا جبنه فلادلفيا، غادي نحتاج 250 غرام. هنا عندي 500، غادي ندير غير النص ديالها اللي هي 250 غرام. ممكن تستعملوا اي جبن عندكم. تقدروا تستعملوا جبن كيري. بالنسبه لجبن كيري كل 6 الحبات هي 100 غرام، يعني غتستعملوا تقريبا 6 الحبات في 6 الحبات في 3 ديال الحبات اللي هي 250 غرام. غادي نحاول ننزلها. غادي نكونوا حنا مطلعينها من الثلاجه قبل باش تكون في حراره المطبخ باش تخدم لينا مع باقي المكونات. من بعد غادي نضيف عليها واحد 250 غرام ديال حليب نيدو او حليب بودره، 250 غرام. وغنضيف عليه هنا جوج ديال دانون طبيعي. كل علبه فيها تقريبا 170 غرام. كل علبه فيها 170 غرام. غادي نحتاج تقريبا جوج اللي هي 340 غرام. غادي نضيفوهم كاملين على الجبنه ديالنا وعلى نيدو. وغادي نضيف عليهم كذلك واحد نص كاس ديال السكر. وغادي نضيف واحد الرشه او معلقه صغيره ديال الفانيلا سائله، او ما عندكمش تقدروا تستعملوا ساشي ديال سكر غلاس. غادي نستعمل واحد المعلقه صغيره صافي. وهاد العناصر كلها غادي نديرها في الخلاط، وغادي نخلطها مزيان حتى كيتجانسوا عندنا جميع المكونات مع بعضياتها، وكنتحصلوا على واحد الكريمه متجانسه. غادي نخلط هاد العناصر مزيان حتى كيتجانسوا. مره نحاولوا بواحد السباتول نطلعوا داكشي اللي لتحت نطلعوه الفوق باش يتخلطوا لينا كاملين. هيا لا كريم ديالنا من بعد ما وجدات كتجي على هذا الشكل هذا.
كيجي القوام ديالها على هذا الشكل. غادي نقسموها على جوج ديال الانصاف، النص غادي نصبوه على البسكويت ديالنا وندخلوه الفران، والنصف الاخر غادي نخليه حتى نوجدوا به الطبقه الثانيه. صافي طلعت البسكويت ديالي من الثلاجه، دابا غنصب عليه النص ديال الكريمه ديالنا، غادي نصب عليه النص وغادي ندخلو الفران اللي مسخن من قبل. غادي نخليه العافيه الفوق عليه، صافي ما يكونش خدام عليه البوطه من التحت بغير من الفوق، لمده 20 دقيقه، وتكون العافيه شويه مهيله حتى كيتماسك عندنا هذا الكريمه ديالنا. كما كتشوفوا كنحط على يدي راه ولات متماسكه. في هذا الاثناء هذا غنخليه على جنب، وغادي نمر باش نوجد الطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه عندي 4 كاس تاع الماء، غنضيف عليه معلقه صغيره ديال النسكافي. غادي نحرك هاد النسكافي مزيان حتى كتذوب لينا في داك 4 ديال الكاس ديال الماء، ومن بعد غادي نضيفها على الكريمه ديالي. الجزء الثاني اللي خلينا من الكريمه ديال الجبن غنضيفها عليه. غادي نحاول نخلط هاد العناصر كلها مزيان حتى كيتجانسوا عندنا. غادي نخلط هاد العناصر كلها مزيان. صافي الكريمه من بعد ما وجدات عندنا بنكهه ديال النسكافي كتجي على هذا الشكل هذا. غندير دابا واحد السباتول وغنحاول نوزعها على الطبقه الاولى اللي درنا، اللي خليناها بردات من طلعناها من الفران، وحتى هاد الطبقه هذه غادي ندخلوها الفران وغنخليو العافيه عليها من الفوق، عافيه مهيله تقريبا مده ربع ساعه حتى كيتماسك عندنا. كما كتشوفوا في هذه المرحله هذه غادي نوجدوا الطبقه الثالثه اللي هي عباره على الكريمه. عندي تقريبا هنايا 100 غرام ديال الشكلاط مع 50 غرام ديال الكريمه. غادي درتهم في الميكرووند بجوج. تقدروا تسخنوا الكريمه وتضيفوها على الشكلاط وتذوبوا الشكلاط كما كتشوفوا على هذه الطريقه هذه. انا غندوب هنا الشكلاط، الكناش تقريبا الكل كيعرف ليه. صافي من بعد غادي نضيفو على التشيز ديالي، على الطبقه الثانيه اللي خليناها بردات من بعد ما طلعت من الفران، وغادي نضيف عليها دابا هذا الكناش ديالي. وكما قلت لكم تخليوها الطبقه الثانيه تتبرد على خاطرها عاد كنضيفو الشكلاط. غادي نحاول نوزع الكناش ديالي على التشيز كيك ديالي على هذا الشكل هذا حتى غتكون عندي واحد الطبقه متساويه. صافي وغادي ندخلو تشيز كيك ديالنا الفران عفوا الثلاجه يبرد. انا خليته تقريبا واحد الساعتين حتى بردتنا ديك الكناش مزيان. صافي هنا من بعد ما برد لينا تشيز كيك ديالنا مزيان غادي نجيب واحد الموس. غادي نحاول نفكفك الحواف ديال التشيز كيك من المول على هذا الشكل هذا. صافي وغادي نفك المول ديالنا ديال التشيز كيك وغنحاولوا نزينوا. هذا الزين كيبقى اختياري. انا عندي هنا شويه ديال لا كريم فريش، زدت عليها واحد 3 المعالق ديال جبن فلادلفيا، ودرت واحد لا كريم ومعها 2 معالق ديال السكر كلاصي. وغادي نحاول ندير واحد الوريضات فوق التشيز كيك ديالنا على هذا الشكل هذا. كما قلت لكم الزين يبقى اختياري. تقدروا ديروا غير لا كريم فريش تطلعوها وديروا هاد الوريدات هذه. انا كيعجبني طعم هذا طعم التشيز في هذا في لا كريم فريش، كتجي زوينه وكتجي لذيذه. صافي كنستمر على هاد الطريقه هذه حتى كنكمل التزيين ديال التشيز كيك ديالنا. غنزينو كذلك بحبيبات ديال المالتيلرز. تقدروا تستعملوا الشكلاط اللي عندكم اللي متوفر عندكم في الدار، تقدروا تستعملوه. التزيين كيبقى اختياري كما قلت. هنايا كما شفتوا معايا زينت التشيز كيك ديالي بالحبيبات ديال المالتيلرز. ممكن تستعملوا الشكلاط، اي حاجه في الدار عندكم ممكن تستعملوها. الزين كيبقى اختياري. وبهذا كيكون التشيز كيك ديالنا وجد. كيجي على هذه الطريقه هذه صدقوني كيجي رائع ولذيذ بزاف بالنسبه للناس اللي كتعجبهم نكهه القهوه. وهذا هو التشيز كيك من بعد ما قدمناه. كنتمنى الفيديو اليوم ينال اعجابكم. ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم وبالتعاليق ديالكم، ونشوفكم ان شاء الله في وصفه قادمه باذن الله. مع السلامه.